مستمعي هيفي اف ام الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم. أنا لالش أقدم لكم نشرة موجزة لأهم الأخبار وأستهلها بالموجز. الأسايش تمنع مناصري المجلس الوطني الكردي من الاعتصام في ديرك. إلى التفاصيل. اعتصم مناصرو المجلس الوطني الكردي في ديرك في تمام الساعة 10 من صبيحة اليوم. اعتصام المجلس جاء احتجاجا على ما اسماه بعض ممارسات حزب الاتحاد الديمقراطي، وخاصة إدراج مناهج كردية مؤدلجة في مدارس المنطقة. هذا وقد خرج مناصرو حزب الاتحاد الديمقراطي في تظاهرة مضادة في نفس التوقيت والمكان، وكان خروج التظاهرتين في التوقيت ذاته سببا في مناوشات بين الطرفين. وأكد رئيس المجلس المحلي للمجلس الوطني الكردي في ديرك أنهم ضد أدلجة المناهج التدريسية من قبل حزب واحد، وأضاف محمد علي بأنهم حاولوا إيصال رسالتهم رغم المنع. برياري يكالي هذا دركتن جبوي زاروغ جبوي مدرسة أفسكنا مجبر ويبي ما خواست ام بین امی بگینوان و جواتی خواستن وی بریارا خواه گرن اب دخوازا ما وق سکنا ما ابی لی مخابن هاتن ام دور پیش کرنش حمی آلیا و چند مخدا آلیگی جبه کولانه جبه شرعی جبه جاده هاتن پیش ما وکرن ما نعما خگیان ام ندجی زمان خونه ام ندجی زمان خوی سرکی اب 20,000 سالانه اب زمان ام لی خوینه و ام لی خوی درکبنو. يذكر أن تظاهرة المجلس الوطني الكردي في تل آغا قوبلت بنفس الطريقة عبر تظاهرة مضادة قبل يومين. أفرجت الأسايش في مدينة الرميلان عن المحاسب فادي بعد اعتقاله بتاريخ 3 تشرين الأول الماضي على خلفية سرقة رواتب العاملين في شركة النفط بالرميلان. هذا وقد تم الإفراج عن المحاسب دون توجيه أي تهمة له خلال المدة التي قضاها في السجن، كما جاء في موقع يكيتي ميديا. وكانت الأسايش قد أفرجت عن محاسبين آخرين بعد عملية السرقة بعدة أيام دون توجيه أي تهمة لهم. يذكر أن المبالغ المسروقة بلغت قيمتها 8 ملايين ليرة سورية. الجدير بالذكر أن هذه القضية وقضية سرقة رواتب الطلاب في المعهد وسرقة الصيدلية العمالية كلها سجلت ضد مجهول. قام 3 رجال أتراك في مدينة بورصة التركية بقتل الشاب السوري منير خضر البالغ من العمر 22 عاما بعد شجار انتهى بطعن الشاب السوري في قلبه ومقتله. وقد قامت الشرطة التركية باعتقال الرجال الأتراك ال3 واقتيادهم إلى قسم الشرطة. ووفقا لروايات ذكرها سوريون يقطنون الحي ذاته، فإن الأشخاص الأتراك هم من كانوا يجلسون أمام منزل منير ويسببون له الإزعاج ولعائلته عبر رمي الأوساخ وإصدار الضجيج. وقد تم قتله بعد مشاجرة طلبوا من منير المغادرة، فقاموا بالهجوم عليه وقتله منفردا. مستمعي هيفي اف ام، انتهت النشرة الموجزة، قدمتها لكم أنا لالش. نشكركم على حسن الاستماع ودمتم بخير.